واليوم سوني فتحت الباب وهذا غيرنا حتروح ويا وقلت له عمي يلا مرنا الله شو اسوي يلا خلاص صعد ولما انقضيت التاهه طلعت الشمس نازله بالقاع ملعب الكاب نو والكشن مال تاهه ويحمس حمس وانا سويت خطه مال عدو وقلت لزغيروني هاك حبيبي روح ضم السويد وبين ما هو يضم السويد انا هنا وقفت له هاي التكتيك وشيل عبود طفري والزغيرون 3 ايام ظل يبكي وقال اذا خليك تطب لي البيت انا معتب ويا هلا والله باهل العراق وجيت هنا النهائي مال قبت لان هاي البطوله ما الشباب والجمهور كانوا مدلع الملعب وكل لاعب جايب اخوته وولد عمه جاي يشجعون وياه على مود خاف يصير حدا لان اللعبه قبت لا حبايبي جاي الشاف هذا النهائي مرتب بس اللعبه كان ناقص الملعب كون مثيل كان صارت نار وكل دقيقتين توقف اللعبه والحكم يطرد ويرجع لي ورا لان هذا نهائي على مستوى العراق وهدفها والزوراء رصاصه على القيثار الاخضر وحبايبي كتبوا لنا اسم فريق بالتعالي قلت لهم يا مركز تلعبون واللعبه صارت عباره عن شوت وشلاق عبالك بدور العراق وتريد لك هدف بس بدون فايده هذه شوت وهذه شوت وكانت تنتهي اللعبه وفوز فريق الزوراء الرصاصي بنتيجه 1-0 وبدات الاحتفالات العارمه والطوف حول الملعب وجيب الكاس جيبه حبايبي كتبوا لنا صراحه انتم هم لعبتوا فرق شعبيه وما لاعبين وهاي رفعت الكاس البس النظاره وعلى الصدى